قولي لي بقى. انا اللي هقول لك الاول. انا دكتور جمانة مدحت، ديرماتولوجيست واستاتيك سبيشالست. معايا حد مش عادي، دكتور رغده مصطفى. حبيبتي يا جوجو، عامله ايه؟ ايه اكتر حاجه جت العياده شفتيها حد قلدها وللاسف جابت لها مشكله؟ الناس طبعا اللي هي وصفه جدتي قالت لي نستخدم ليمون عشان اعالج بيه الهايبر بيجمنتيشن، منقوع الروزميري على الرز، على الثوم، على ميه الرز على الثوم على الروزميري، خلطه كده. في كمان مشكله زادت قوي بعد التيك توك، الناس اللي بيبقى عندها مثلا اسمرار في حته وتقعد تعملها رابنج مثلا بليفه او بحاجه. دي كارثه طبعا. تنام بفصوص ثوم وتقفل عليها شعرها، تصحى كده. في كده زي بلان لازم نعملها لو انت ناويه تعالجي شعرك، لكن هترجعي تعملي زي ما قلتي ناويه اعمل ماسك ميه الرز. لا خلاص انسي، ارجوكي ابعدي عن الترند ده والترند ده عندك مناسبه يا ستي، حطي استخدمي بيل اوف ماسك، تعالي اعملي سكين بوستر. احنا بنقول لهم طبعا ان في برودكتس دلوقتي فعلا نقدر نعالج بيها اللي بنسميها حبايه المناسبات دي. احنا بس كل اللي احنا بنبقى عايزينه اسالوا دكتور متخصص قبل ما تستخدموا اي حاجه في البيت او تمشوا ورا ترندات ممكن تاذيكوا اكتر. الروتين بتاعك للسكان وللهير، السان سكرين، وبعد كده ابتديت ادخل خطوه الفيتامين سي والريتينول. دايما لما يطلع لي قشره لازم اعالجها. والستريس، بس يا رغده لما بخش في ستريس طبعا بلاقيه كده. يعني اتاكدت دايما ان انا اخد زنك فرق جدا مع شعري وبشرتي. انبسطت قوي يا رغده، وانا والله ماي بيست. استنوا روشتتكم في باقي الحلقات في الروشته من الاخر.